يدرأ على الأساطير ده. انت فاهم حاجه؟ انت فاهم حاجه؟ لا. يعني ايه؟ بس انا هلخصها لك. الحلقه انا هتكلم عن الحوار ده، يمكن نفهم كلنا، ويا رب اعرف اشرح للناس. اصلا انا مش فاهم اي حاجه. طب على البركه بقى، يلا. على الله ان شاء الله. على الله. يلا يا عم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم يوسف، ومش عارفين يوسف مين، فانا يوسف مصر. والنهارده حلقه جديده من حلقات دول مشترك. هتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا. انت يا صديقي انت مش فاهمها وانا مش فاهمها، فهنقعد مع بعضينا كده يمكن نفهم مع بعض، ويا رب اعرف اشرح لكم. هنتكلم النهارده عن دوري ابطال اوروبا، وهنتكلم النهارده بالذات عن دوري الابطال، عن تاريخها ومين عملها ومين صاحب الفكره. هنتكلم عن الحوارات دي كلها ان شاء الله. طب بص يا سيدي، طبعا انا قعدت على المكتب دلوقتي عشان اشرح لكم حوار دوري الابطال ده كله، والشرح محتاج قعده وكوبايه شاي، بس انا مش هشرب شاي دلوقتي عشان لسه شارب نسكافيه يعني. فانت لو عايز تشرب اي حاجه هات لك اشرب كده، واقعد لك على حاجه كده زي المكتب كده ولا اي حاجه، ونام على السرير، بس اوعى تنام مني، وهنشرح مع بعضين. يلا بينا. بص يا سيدي، دوري الابطال دي اللي هي اختصارها يو سي ال، واللي بمعناها يويفا تشامبيونز ليج، وهي مسابقه بتتعمل على مدار السنين سنويا يعني، واللي بيعملها الاتحاد الاوروبي كره القدم، اللي هي اللي عاوز تعرفها يويفا. البطوله دي تعتبر اكثر المشاهده في العالم للانديه، وتعتبر برضه ثالث اكثر مشاهده في العالم بشكل عام بعد اليورو وكاس العالم للمنتخبات. بس الحوار ما كانش بادئ بالشكل اللي انا بقول لك عليه دلوقتي، فتعالى بقى اقول لك كان بادئ ازاي. الحوار بقى بدا 1955، وكان اسم البطوله كاس الانديه الاوروبيه البطله، وهي كانت بطله مستحيل، واللي كانت معروفه برضه بكاس اوروبا. طب بص يا سيدي، يعني نظام البطوله دي كان بيبدا ازاي؟ هقول لك دلوقتي. نظام البطوله كان بيبدا على طول في الدورات الاقصائيه، وكان اللي بيتاهل للدورات الاقصائيه دي كان ابطال الدوريات الكبرى، فكانوا بيتاهلوا على طول كده من اول مجرد ان هم ياخدوا الدوري، فعلى طول على طول على الدورات الاقصائيه. واستمر الحوار بتاع النظام بتاعه كان من 1955 لغايه سنه 1991، وفي السنه دي اتضافت مرحله المجموعات، وفي السنه اللي بعديها على طول اتغيرت لاسمها الحالي دوري ابطال اوروبا. وفي موسم 97 98 زودوا عدد مقاعد الفرق في الدوريات الكبرى فقط، يعني الدوريات المعروفه، يعني 5 دوريات الكبرى. ونطينا بقى لموسم 24 25 اللي هو حاليا تغير نظام دوري ابطال اوروبا كله. ولغايه دلوقتي في ناس كتيره مش فاهماها، وانا شخصيا مش فاهمها، وان شاء الله دلوقتي اللي هقول لكم عليه دلوقتي كل حاجه. وتعالى كده صديقي ارجع معايا كده زمان 1895، وفي السنه دي كان اول مره يتقابلوا بطلين من دوريات كبرى قصاد بعض. سمت البطوله دي ساعتها ببطوله العالم. المباراه دي كانت ما بين بطل الدوري الانجليزي ساندرلاند، وساعتها ايوه كان هو بطل الدوري الانجليزي، وكان ضد بطل الدوري الاسكتلندي، وكان هو نادي هارتس. وانتهت نتيجه المباراه بنتيجه 5-3 لساندرلاند الانجليزي. وكان اول بطوله اوروبيه تقام من الانديه الاوروبيه من دورات مختلفه، كان اسمها كاس الاتحاد، واقيمت في الامبراطوريه النمساويه المجريه. وساعتها شارك ابطال الدوري الهولندي، الدوري السويسري، والدوري البلجيكي، وهم دول اللي كانوا موجودين اصلا زمان في الدوريات عموما يعني. والبطوله دي اتسمت بطوله فان دير ستراتن، واتسمت في الصحف بطوله الانديه في القاره. وفي عام 1927 تم انشاء كاس مترو، وكان صاحب الفكره هو بولو مايسن، ولعب فيها انديه اوروبا الوسطى. وبعدها ب3 سنين تم انشاء كاس ودي كانت اول مره يعملوا كاس للانديه البطله في اوروبا. وفي موسم 1955 56 قيمت اول بطوله اوروبيه، دي كانت اول مره يشارك فيها 16 نادي من انديه مختلفه. وكان من اهم الانديه دي كان ريال مدريد ولشبونه، سبورتنج لشبونه، وكان اي سي ميلان، واندرلخت فرانكفورت. وفي نفس السنه يوم 4 سبتمبر قيمت اول مباراه في هذه البطوله، وكانت المباراه بين سبورتنج لشبونه وبارتيزان، وانتهت المباراه بنتيجه 3-3 تعادل. وكان اللي سجل اول هدف في تاريخ البطوله الاوروبيه كان هو جواو باتيستا مارتينيز. وقيمت المباراه في ملعب بارك دي برانس، اللي كان حاليا اصلا اللي هو ملعب باريس سان جيرمان في فرنسا. كانت المباراه ما بين ريال مدريد الاسباني ونادي ستاد ريمس الفرنسي. كانت المباراه يوم 13 يونيو 1956، وانتهت المباراه بفوز ريال مدريد بنتيجه 4-3.
في الموسم اللي بعده بقى ريال مدريد وصل النهائي ولعب ضد فيورنتينا الايطالي، كسب فيورنتينا الايطالي وخد دوري الابطال. تاني موسم بقى بعديه بعد فيورنتينا وصل النهائي برضه ولعب ضد اي سي ميلان وخد البطوله منهم. وكده ريال مدريد خد البطوله 3 مواسم ورا بعض كالعاده يعني، وبتعملها لغايه دلوقتي يعني. انا كحاجه واحد برشلوني يعني انا مش عايز اتكلم يعني، بس ايه شابوه عليه والله بجد. ايوه صح افتكرت. للذكر يعني ان ريال مدريد فضل تاخد في البطوله لغايه 1960، يعني لو حسبتها 5 مواسم ورا بعض، وده رقم قياسي مذكور لغايه دلوقتي يعني. اي حد هتساله غيره يقول لك انا واخدين جايزه بسبب الحوار ده يعني. موسم 1970 و 1971 شهدت بعض التغييرات في نظام دوري الابطال، ومن الاضافات دي كانت اضافه ضربات الجزاء او الضربات الترجيحيه في النهائيات. ونطينا بقى الموسم 87 88 وتم اعاده صياغه هذه البطوله، وعشان تبقى في السنه دي بقت دوري ابطال اوروبا. وفي السنه دي اوقفوا انديه الدوري الانجليزي لمده 5 سنين ما عدا ليفربول، وقفتها 6 سنين. ليه ما اعرفش انا عشان هي نادي الاتكال، هي بقى طبعا بتقول لك انا هو انا عندي في عندي كده، انا ليفربول دي مش عجباني، انا واقفها لمده 6 سنين بس سيب واقفه 6 سنين. واكيد يعني مش السبب الاساسي اللي خلاهم يعملوا كده، مش انا قلت انا بهزر يعني، ده بسبب كارثه ملعب هيسن. طبعا عايز تعرف دلوقتي كارثه هيسن، هقول لك عليها دلوقتي. طبعا انا مش عارفها يعني، بس استنى هجيبها لك حاضر. انا كنت كاتبها هنا، هي راحت فين؟ معايا؟ لا لا استنى ادور لك عليها بس. الورقه راحت فين يا ابني؟ لا اله الا الله. بيت راح الحمد لله. تعالى اقول لكم بقى ايه هي كارثه هيسن. كانت في سنه 1985 بالتحديد يوم 29 مايو، بسبب انهيار الجدار تحت ضغط الجمهور، وده بسبب اعمال الشغب. وكان ساعتها الماتش ده كان بين ليفربول والسيده العجوز اليوفي، كانت في نهائي دوري ابطال اوروبا اللي هي كان حاليا زمان اسمها الانديه البطله. وحصلت ساعتها حاجه مأساويه جدا، هو بموت 39 شخص منهم 32 شخص من مشجعي اليوفي، واصيب ساعتها حوالي 600 شخص. هنخش دلوقتي على النشيد الوطني بتاع دوري ابطال اوروبا. طبعا كلنا عارفينه، النشيد المشهور في العالم كله، وانت بتسمعه وانا بسمعه والناس كلها بتسمعه. هنخش دلوقتي هنعرف مين عمله ومين الفه ومين عزف المقطوعه بتاعته، هنعرف كل حاجه. واللي كتب النشيد الجامد ده اللي انت حابه وانا حابه كان شخص اسمه توني بريتلي، واللي مقتبس من نشيد شخص كان عامله كان اسمه جورج فريدريك هاندل. كان اسم النشيد ده كان اسمه زبد الكاهن، وهسيب لكم اللينك بتاع النشيد في الديسكربشن. وبريتن كلف فيلهارمونيك اوركسترا في لندن انهم يغنوا، وتم غناؤه فعلا في 1992 من اكاديميه سان مارتن، واصبح النشيد من رموز البطوله زي الكاس بالظبط. 1991 تم التعاقد مع شركه تيم من طلب الاتحاد الاوروبي. تيم هي الملقبه تلفزيون ايفنت اند ميديا ماركتنج عشان يساعدوهم في وضع العلامه التجاريه للبطوله. وتم التعاقد بعدها مع شركه زان بريدج عشان يصمموا اللوجو بتاع كره النجمه اللي هو الكره المعروفه حاليا بتاع دوري الابطال. دلوقتي اتكلمنا عن النشيد، طب نظام البطوله كان عامل ازاي؟ تعال اقول لك. بدأ نظام البطوله بمشاركه 32 فريق، كان لازم يبقى في حاجات موجوده اساسيه في النادي قبل ما يشارك البطوله، زي البنيه الاساسيه والتمويل والترخيص والملعب. وكان فتره بين 1999 وفتره 2008 ما كانش في فرق بين الابطال وغير الابطال، بمعنى اصح اشرح لك دلوقتي ان زي مثلا ابطال الدوريات الكبرى كان بتشارك في البطوله، والوسط بتاعتهم برضه كانت بتشارك في البطوله. وكان ابطال دوري ابطال اوروبا قبل كده كانوا برضه بيشاركوا في البطوله، يعني حتى لو دوري يعني دول خدوا مركز مثلا الخامس برضه هيشاركوا. فبمعنى اصح برضه ان مثلا دول بيكملوا 16 فريق، فبيبقى في عايزين يكملوا 16 التانيين، فبيعملوا جولات تاهيليه اوليه عشان يلعبوا فيها الفرق من الدوريات اللي هي مش واخده جول عشان يكملوا العدد الباقي. في 2005 حصل الاستثناء اللي انا قلت لك عليه، ان ليفربول تاهلت للبطوله مع انها ما كانتش واخده مركز في الدوري يأهلها للبطوله عشان خدت البطوله في السنه اللي قبلها في 2004. في السنه دي اصبح 5 انديه في الدوري الانجليزي يشاركوا في دوري ابطال اوروبا. اللي هياخد بطوله دوري الابطال في سنه من السنين هيتاهل تلقائي السنه اللي بعديها حتى لو مش واخد مركز من التوب 4 في الدوريات، وهيصعد على حساب المركز الرابع، وساعتها المركز الرابع هينزل للدوري الاوروبي. والمواقف الظريفه اللي حصلت في موسم 2011 2012 ان توتنهام كانت في المركز الرابع في الدوري. طبعا قالت ايه بقى؟ طبعا هي ناس على دوري الابطال والدنيا حلوه معاها وكانت تروح تلعب دوري الابطال، فتشيلسي جت اديتها واحده على قفاها قالت لها انزلي انت الدوري الاوروبي، وصعدت هي مكانها عشان تشيلسي خدت الموسم اللي قبلها دوري الابطال.
وفي 2007 تم الاتفاق على ان اول 3 مراكز في الدوريات يصعدوا على طول دوري الابطال. بس المركز الرابع كانوا عاملين دوريات اقصائيه عشان يحددوا مين اللي هيصعد من بين الدوري. واستمر الموضوع ده الموسم 23-24. النظام ساعتها كان ماشي ازاي؟ ان 32 فريق بيتقسموا على 8 مجموعات، كل مجموعه فيها 4 فرق. ما ينفعش فرقتين من نفس الدوله يبقى في نفس المجموعه. كل فريق في المجموعه بيلعب 6 ماتشات قدام الفرقه الثانيه 3، بيلعب ماتش ذهاب ويلعب ماتش اياب. اللي كان بيتاهل للادوار الجايه اللي بعد كده كان المركز الاول والثاني، والمركز الثالث كان بيروح للدوري الاوروبي. ونطينا بقى دور 16 بتلعب ازاي؟ هقول لك دلوقتي. بتلعب ان صاحب المركز الاول في المجموعه مثلا A بيلعب الوصيف في المجموعه B. وفي دور 16 ما ينفعش فرقتين من نفس الدوله يلعبوا بعض، لكن في ربع النهائي والدورات اللي بعد كده عادي، ممكن يعني تبقى المجموعه يعني عشوائيه فعادي. وساعتها بتبدا مرحله خروج المغلوب، بتلعب يا يوم الثلاث او الاربع، يعني يومين ورا بعض، وبتبقى ماتشات ذهابا وايابا. وفي موسم 2019 2020 تم ايقاف البطوله لمده 5 شهور بسبب كوفيد 19. وساعتها كانت مرحله خروج المغلوب كانت مباراه واحده في اراضي محايده. بدأ من موسم 2024-25 السنه دي يعني اتغير نظام المسابقه كليا. والنظام ده هو الناس كتيره مش فاهماه ومش عارفه تفهمه ازاي، فانا ان شاء الله دلوقتي هشرح لكم ورب تفهموا. النظام ده وصل الفرق الى 36 فرق، يعني لكن كل فريق يلعب ضد 8 فرق مختلفه 8 ماتشات مختلفه. 8 ماتشات اللي بيلعبوا الفرق تبقى 4 ماتشات خارج الارض و4 ماتشات تانيين داخل الارض. فاول 8 بيصعدوا بعد الدور دوت بيبقى اكتر فرق يجمع نقط في البطوله. وبعد كده من المركز التاسع للمركز ال 24 بيلعبوا مع بعض مرات اقصائيه عشان يكملوا 8 التانيين اللي هيصعدوا مع 8 الاولانيين. ومن اول مركز 25 لغايه الاخر بيتم اقصاء خالص بره البطوله. ومرحله خروج المغلوب يعني زي السنه اللي فاتت، يعني ما اتغيرتش كتير. بعد كده ربع النهائي ونص النهائي، بعد كده النهائي، يعني مفيش حاجه كتير اتغيرت، بس اللي اتغير بس هو في الاول بس. نيجي بقى للجوائز. تخيل بقى كل الناس دي بتتعب في الاخر عشان تاخد ايه؟ اقول لك دلوقتي هي كام. بص بقى يا سيدي، من عام 1968 لغايه 2008 كانوا بياخدوا الكاس بس، يعني ما كانش فيه جوائز ماليه ولا اي حاجه، هو بس الكاس ياخدوه واتسطرت على كده الحمد لله. وفي موسم 2008 2009 كان ساعتها نزل قرار ان اللي ياخد البطوله 3 مواسم ورا بعض كان بياخد الكاس. واللي معاه الكاس حاليا هم 5 فرق دلوقتي، هم ريال مدريد واي سي ميلان وليفربول وبايرن ميونخ واياكس امستردام. وفي عام 2008 كانت الفرق تاخد نسخه طبق الاصل من الكاس الاصلي، وكان الكاس الاصلي كان مع الاتحاد الاوروبي ساعتها. وهنخش دلوقتي على الكاس. تعالى بقى يا سيدي اوريك مواصفات الكاس الفرق كلها بتتخانق عليها. بص يا سيدي، الكاس طوله يصل الى 74 سم، وزنه يصل الى 11 كيلو عشان مصنوع من الفضه الخالصه. واللي عمل الكاس يا سيدي هو السويسري جورج ستادلمان. وتم منح عام 1966 لريال مدريد الكاس الاصليه عشان هم خدوا البطوله 6 مرات. وللذكر يعني ان الكاس اللي خدتها ريال مدريد زمان غير الكاس الحالي، وعرض لكم الصوره دلوقتي. ومن بدايه موسم 2012 2013 تم الاتفاق على منح 40 ميداليه ذهبيه للفائز بالبطوله و40 ميداليه فضيه للوصيف بتاع البطوله. هنخش دلوقتي يا سيدي على الجوائز بتاعت الموسم الجديد ده بتاع النظام الجديد. ويا ترى هنعرف كل الناس هتاخد فلوس ولا مين هياخد فلوس ولا ايه؟ تعالى بقى نشوف لستة الاسعار بتاعت الجوائز. بص يا سيدي، البطل بياخد 25 مليون يورو، والوصيف بياخد 18 مليون يورو، واللي بيوصل الى نصف النهائي بياخد 15 مليون يورو، واللي وصل ربع النهائي بياخد 12.5 مليون يورو، واللي وصل دور ال 16 بياخد 11 مليون يورو. حتى اللي داخل البطوله كده بياخد 700,000 دولار، يعني كله واخد، يعني كلهم واخدين ما عدا انا وانت ما خدناش حاجه. وبس يا سيدي كده نكون وصلنا لاخر الحلقه، ورب تكون فهمت حاجه من النظام الجديد بتاع دوري الابطال. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس. بس يا سيدي، سلام عليكم.